تخيل معاي الليل ساكن، الشوارع فاضية والناس نايمة بأمان، بس بهديك اللحظة توصل مكالمة غريبة للشرطة. أنا بدي أبلغ عن جريمة قتل، أنا اللي قتلتهم. الصوت بارد وبدون أي مشاعر، حتى كأنه مش عم يحكي عن دم، عم بيحكي عن شغلة عادية وتافهة. من هان بلشت قصة الزلمة اللي خلى أمريكا كلها تنام مرعوبة. أخطر وأغرب قاتل متسلسل في تاريخ أمريكا، قاتل ما حد عرف وجهه ولا اسمه، بس كل أمريكا كانت تعرف توقيعه، الزودياك كيلر. ما كان قاتل عادي أبدا، كان عبقري بالشر، إنسان بعقل شيطان، كان بيلعب بالشرطة وبيتمسخر على الإعلام وبيرعب الملايين بنفس الوقت. كانت أول جريمة له ب20 ديسمبر 1968، ليلة باردة بطريق مظلم بمنطقة اسمها ليك هيرمان رود. شاب اسمه ديفيد فاراداي عمره 17 سنة مع حبيبته بيتي لو جونسون وعمرها 16 سنة، راكبين بسيارة صغيرة وحابين يقضوا شوية وقت مع بعض لحالهم. حوالي الساعة 11 بالليل سيارة غريبة وقفت وراهم بشكل مفاجئ، ونزل منها رجل مجهول، قرب عليهم وبدون أي كلمة بدأ يطلق النار. أطلق النار على ديفيد من مسافة قريبة على راسه ومات فورا. وبيتي حاولت تهرب ولكن لحقها وأطلق 5 رصاصات في ظهرها وفارقت الحياة. المهم الشرطة وصلت بعد فترة قصيرة، بس المفاجأة كانت إنهم ما لاقوا أي بصمات ولا أثار أقدام واضحة بالمكان، ولا تارك وراء أي دليل صغير. المنطقة كانت كتير معزولة وكلها ظلام دامس، وكالعادة القاتل اختفى ولا كأنه موجود كان في المكان. أول جريمة كانت بلا دافع، بلا سبب وبلا أي أثر، وهان كانت بداية أسطورة الزودياك. بس قبل ما نكمل القصة، إذا أنت جديد بتمنى منك تشترك بالقناة، تحط لايك للمقطع وتفعل الإشعارات، لأنه والله هذا الاشي كثير بيفرق معاي وبيفرق باستمراريتي. خلينا نكمل. وبعد أقل من سنة، تحديدا في 4 يوليو 1969، يعني بعد 7 شهور بالضبط، كانت أمريكا بتحتفل بليلة عيد الاستقلال. الناس بتطلق ألعاب نارية وبتغني ومبسوطة وفرحانة، بس بزاوية مظلمة في منتزه اسمه بلو روك سبرينغز بار كان في جريمة جديدة عم تتنفذ. دارلين فيرن ومايكل ماجيو قاعدين بسيارتهم بأمان، قربت منهم سيارة تانية ببطء، وقفت وراهم، وبعد لحظات نزل منها نفس الشخص الغامض، طاخ عليهم بدون أي تحذير. دارلين انقتلت فورا، ومايكل انصاب إصابات خطيرة لكنه ضل عايش برعب وصدمة ومش قادر يحكي أي إشي. بعد نص ساعة بالضبط من الجريمة، الشرطة بتستقبل مكالمة من تليفون عمومي، والصوت نفسه اللي راح يغير التاريخ بيقول: أنا بدي أبلغ عن جريمة قتل، أنا اللي قتلتهم، وكمان نفس الشخص اللي عمل جريمة وقتل قبل 7 شهور. رجعت الشرطة تحقق بجريمة ديسمبر، ولما فحصوا الإرصاص اكتشفوا إنه من نفس السلاح. هان الكل فهم إنهم قدام قاتل متسلسل مش سهل أبدا. الناس بالمنطقة انجنت من الخوف، الأهالي منعوا أولادهم يطلعوا، والشرطة صارت تعمل حواجز بكل زاوية، بس السفاح كان مستمتع كل لحظة. ب1 أغسطس 1969، يعني بعد شهر واحد من الجريمة الأخيرة، 3 صحف مشهورة بكاليفورنيا استلمت نفس الرسالة بالبريد. كل ظرف فيه جزء من شفرة مكونة من 408 رمز، ومكتوب فيها: إذا ما نشرتوا هاي الرسالة على الصفحة الأولى راح أعمل جريمة واقتل نهاية هذا الأسبوع. طبعا الشرطة هان كانت كثير محتارة، ينشروا الرسالة ويحققوا طلب القاتل ولا يخاطروا بحياة الناس. القرار الأخير كان إنهم ينشروا الرسالة، وبعد أيام وبالصدفة عيلة من كاليفورنيا قدرت تفك هاي الشفرة. الرسالة كانت بتقول: بحب أقتل الناس لأن هالشعور بخليني أعيش. ومن هان بلش الكابوس الإعلامي. العالم كله صار يحكي عن قاتل غريب بيوقع رسائله برمز دائرة وعليها صليب. This is the Zodiac speaking. يعني هان الزودياك بيتكلم. من هاي الجملة صار عنده هوية، والكل عارفينه باسم الزودياك كيلر. وبتستمر فصول هذا القاتل المجنون لما ب27 سبتمبر 1969 في نهار خريفي هادي عند بحيرة اسمها بحيرة بيريسا، شاب اسمه برايان هارتنيل وبنت اسمها سيسليا شيبارد قاعدين على الأرض جنب المي. فجأة شافوا واحد غريب جاي باتجاههم، لابس هودي أسود طويل وعلى صدره نفس الرمز دائرة صليب. الزلمة حكى معهم بصوت هادي وقال انه بده يسرق سيارتهم. هم كثير استغربوا، بس فجأة بعدها ربطهم بحبال وطلع سكين وطعنهم طعنات كثير وحشية. سيسليا انطعنت اكثر من 10 طعنات وتوفت بالمستشفى بعد ساعات. برايان انصاب بإصابات خطيرة بس ضل حي وقدر يوصف القاتل. وخليني اقول لك انه القاتل قبل ما يهرب كتب على باب سيارة الضحايا: ديسمبر 2068، جولاي 469، سبتمبر 2769 باي نايف. الشرطة وصلت بعد ساعة تقريبا، بس كالعادة القاتل اختفى بدون أثر.
حتى الكلاب البوليسية ما قدرت تتبع ريحته. الناس كانت بتتساءل كيف بيقدر يهرب هيك كل مرة. ب 11 أكتوبر 1969 كمان بسان فرانسيسكو سائق تاكسي اسمه بول ستاين أخذ زبون من الشارع. آخر مرة شافوه فيها كان التاكسي ماشي باتجاه حي راقي اسمه بريسيديو هايتس، وبعد 10 دقائق سكان الحي سمعوا طلقة. لما طلعوا من الشبابيك شافوا زلمة فاتح باب التاكسي بيمسح اشي من على المقود، وبعدين بيقطع قطعة من قميص السائق وبيمشي بهدوء. الشرطة وصلت خلال دقائق كالعادة وشافوا رجل ماشي بنفس الوصف، بس بسبب خطأ بالراديو البلاغ كان بيقول انه المجرم اسود البشرة بدل ابيض، تركوه يمشي. ولكن خلينا افاجئك واقول لك فعلا كان الزودياك كيلر. انا مش فاهم ليش قصص الجرائم الامريكية لازم يكون فيها ثغرة تخليك تقول انه بيعملوا هذا الاشي بشكل متعمد. يعني اشي مش طبيعي، نفس الوصف بس لون البشرة، باخد بحقق معاه، بفتشه، بعمل اي شيء. هم ما عملوا اي اشي زي هيك، طلقوا سراحه وحتى ما حققوا معاه. بعد كم يوم الجريدة استلمت ظرف بالبريد في قطعة من قميص بول اللي عليه دم ورسالة بتقول أنا القاتل وهاي القطعة دليلي. الرسالة قلبت البلد والإعلام غطاها بكل البرامج، والشرطة دخلت في حالة استنفار كاملة. بس القاتل كان بيتسلى وبيضحك من بعيد. وفي نهاية 1969 لمنتصف السبعينات الزودياك صار يبعث عشرات الرسائل للشرطة والإعلام. يعني الزلمة كان بيتسلى. مرة كتب إنه راح يفجر باص مدرسة مليان بالأطفال. تخيل الخوف والضغط النفسي اللي حاططهم فيه. الشرطة صارت تحط دوريات في كل مكان، والأهالي صاروا يوصلوا أولادهم لحالهم بدون ما يودوهم عبر الباصات. وأحيانا كان بيبعث للصحف خرائط فيها رموز كثير غريبة وبيقول إنها موقع فيه قنابل، بس لما يروحوا هناك ويفتشوا بيطلع الموضوع كله كذب. هان كان بيتسلى عليهم، بيلعب بعقولهم، بحطهم تحت ضغط نفسي كثير كبير. المهم بعد فترة بعت شفرة جديدة اسمها زد 340 فيها 340 رمز، ضلت بدون حل لأكثر من 50 سنة لحد ما السنة اللي فاتت سنة 2024 فريق خبراء فكها أخيرا. وتخيل معاي شو كان كاتب بهاي الرسالة. رسالة كلها غرور وتكبر. مش خايف منكو، أنا عايش حياة مريحة. وبعد فترة من الوقت كانت آخر رسالة مؤكدة له في عام 1974 كتب فيها عن فيلم طارد الأرواح الشريرة، وقال فيها أفضل كوميديا شفتها بحياتي. كان بيستهزئ بكل إشي، بالشرطة، بالإعلام، بالمجتمع وبالناس اللي خافوا منه. ومن بعد هاي الرسالة اختفى تماما. بس الشرطة ما سكرت الملف أبدا. على مدى السنين حققوا مع 2500 شخص، جمعوا آلاف الأدلة وراجعوا آلاف الرسائل. أكثر مشتبه فيه كان اسمه آرثر ليك ألين، رجل عنده سجل غريب وهوس كبير بالرموز. بس لما فحصوا الDNA خليني أحكي لك ما طابق. ب 2021 في مجموعة مستقلة اسمها كيز بريكرز قالت بشكل غريب انها اكتشفت هوية الزودياك، شخص اسمه غاري فرانسيس بوست مات سنة 2018. بس الFBI هان قالت مستحيل لأنه الأدلة أبدا غير كافية. يعني لليوم أكثر من 55 سنة والقاتل ما نعرف، ما انمسك أبدا. هاي مش قصة قتل بس، هاي قصة حرب نفسية عاشتها دولة كاملة. الزودياك كان أكثر من قاتل، كان عقل بارد بيستمتع بالخوف، بيكتب رموز بيخلي الناس تفكر فيه لسه بعد نص قرن. يمكن مات ويمكن لسه عايش، يمكن عم يحضر فيديوهات على اليوتيوب عن نفسه وقاعد بيضحك. بس الأكيد إنه ترك وراه لغز لليوم ما انحل، وعقدة بتخوف العالم من فكرة القاتل اللي لسه ما انمسك. هان الزودياك بيتكلم. ولا تنسوا مرات القاتل ما بيختفي، وممكن يكون بيتفرج علينا واحنا قاعدين بندور عليه. شكرا على المشاهدة يا غالي، بتمنى منك تشترك بالقناة إذا جديد، تحط لايك للمقطع، تفعل الإشعارات، وبدي تعرف إنه الجاي أخطر وأغمض وأكثر إثارة، عشان هيك لا تنسى تتابع. باي.